خايف من اورام الغده الدرقيه وعاوز تعرف اسبابها عشان تتجنبها؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، استاذ جراحه الاورام بالمعهد القومي للاورام جامعه القاهره. استكمالا عن حديثنا عن اورام الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن ايه هي اسباب سرطان الغده الدرقيه. الغده الدرقيه زيها زي اي عضو في الجسم ممكن يصاب بالسرطان، وزي ما قلنا قبل كده ان السرطان او الاورام الخبيثه ملهاش اسباب، ولكن ليها عوامل مساعده تساعد على ظهور الورم في يوم من الايام. ايه هي العوامل المساعده للاورام الخبيثه في الغده الدرقيه؟ واحد، الاشعاع. مريض اتعرض لعلاج اشعاعي لرقبته قبل كده او على رقبته قبل كده. مريض وظيفته في منطقه فيها اشعاع، سواء كان في المجال الطبي او في المجال الهندسي، وبنشوفها كتير قوي في المرضى اللي بيجوا لنا من بعض الدول العربيه اللي اتعرضت للقصف الطيراني قبل كده. بنشوفها دايما في مرضى العراق. المرضى العراقيين عندهم دايما قابليه لسرطان الغده الدرقيه اكتر من اي جنسيه تانية. من ضمن العوامل المساعده برضو اللي بتسبب سرطان الغده الدرقيه هو العامل الوراثي. في حد في عيلتك جاله اورام خبيثه في الغده الدرقيه قبل كده؟ نعمل ايه يا دكتور، او تنصحنا بايه؟ خلي بالكم، كلمه السر في تشخيص وعلاج الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه هي الكشف المبكر، فبادر بالكشف وما تتاخرش.